بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خواتاتي معي في القناة، ان شاء الله تكون اموركم بخير وعلى خير. اليوم نقدم لكم فقاقسات حلوين رائعين ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. من عجين واحد كنخرجوا جوج شكيلات ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم اخواتي. سهلين اقتصاديين بدون مجمد وسريعين التحضير. بسم الله على بركة الله. ندوزو المقادير. عندنا في واحد القصرية قبصة الملح، وغنزيد عليها واحد الكاس ونص، كاس وربع ديال سنيدة، وكاس وربع ديال زيت نباتي، ونزيد عليها الحليب. ناخذ واحد جوج كيسان ديال الحليب عادي، حليب بارد، وغنضيف عليه 4 البيضات. وبالنسبه لباقي المقادير عندي جوج خمارات، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، وعندي واحد الكميه ديال الزنجلان منقي ومحمر على هذا الشكل. يمكن لكم ديروا كاس او نص كاس حسب الرغبه ديالكم. وعندي واحد الكميه ديال الاكاجو حتى هو حسب الرغبه. يعني يمكن لما عندكمش اكاجو عوضوه باللوز، سلقوه وفسخوه يبقى خضر، يعني غير سلقوه وفسخوه خليه خضر. غندوزو للطريقه ان شاء الله. غنخلط هاد المكونات هذه على هذا الشكل حتى كتندمج ليا هاد المقادير هذه. وغنزيد على واحد المعلقه صغيره ديال الفاني اولا روحه الفاني سائله. وغنبقى نضيف الطحين. هنا الطحين حسب الخليط. انا هاد الكميه هذه خدات ليا كيلو وربع ديال الدقيق الخاص بالحلويات. غنضيف هنا دوك الخمارات، غنغربلوهم ضروري الا تكون فيهم شي كويرات هكا. نغربلو. غنكمل باقي الطريقه على هذا الشكل باضافه الطحين حتى كنوصل لهذا القياس في العجين. كيكون باقي هنا العجين كيتلصق بزاف اولا باقي شويه مرخي، غنقسمو على جوج. وغنضيف على الجزء الاول ديك الكميه ديال الزنجلان، وغنبقى نضيف الطحين حتى نوصل على القوام اولا نحصل على القوام اللي بغيت. على هذا الشكل كتكون العجينه ماشي قاصحه بزاف، كتكون طريه كما كتشوفوا على هذا الشكل، شويه رطبه. وباقي الجزء الثاني غناخذ هذاك الاكاجو غنقسموه على جوج اولا كنقطعوا شرائح على هذا الشكل. وغناخذ هذاك الكاكاو نغربلو باش ما تكونش فيه كويرات على هذا الشكل هذا. وكنخلط هذا العجين حتى هو الجزء هذا غنجمعو. ولا بقات خاصه شويه ديال الطحين غنزيد شويه منه حتى كنحصل على هذا القوام هذا ولا هذا القياس. كما كتشوفوا انا حصلت على هاد جوج الالوان كما كتشوفوا على هذا الشكل. من بعد غادي نحربلهم على الطريقه ونقطعهم. وبمساعده الطحين خيط العجين كيكون شويه طري كندير حرابل على هذا الشكل هذا. وكنصطفهم في واحد صفيحه الفرن وكندخلهم للفران. كيكون سخون الفران غير 10 دقائق شويه غير كيتشمع. وكنخرجهم بنفس الطريقه. كندير العجين ديال الكاكاو حتى هو بنفس الطريقه كنصطفو في الصفيحه ديال الفرن وكندخلو حتى هو غير كيتشمع شويه. وكنخرجهم يعني ما كيطيبوش حتى كيقصحوا. كما كتشوفوا اخواتي هذا طاب العجين الاول كما كتشوفوا ما محمرش، فقط خدا واحد يعني غير تشمع شويه قبض في راسو على هذا الشكل. كما كتشوفوا هو العجين حتى هو ديال الكاكاو. باش كتعرفوا انه وصلتوا للقياس كتقيسوا على هذا الشكل هذا. كيكون طري هويا يعني ما كيقصحش. هانتوما اخواتي على هذا الشكل هذا كنقيسوه كنلقاوه باقي طري صافي. كنبداو كنقطعوه معكم على هذا الشكل هذا. يمكن لكم تكبروه اولا تصغروه يعني تطولوه شويه على هكا اولا كتخلوه في هذا القياس ديال اللوزه هكا كما كتشوفوا على هذا القياس هذا اخواتي. غنقطع هذه الكميه ديال الجزء الاول ديال العجين غنقطعها معكم حتى كتكمل الكميه كلها. وغنصطفها في صفيحه ديال الفرن وغندخلها طيب في طبيعه الحال في الفرن. كنعرفوا الطريقه ديال طياب الفقاس العادي. هاد الفقاقسات حنا الفقاس اولا فقاقسات صغير ديال الفقاس داكشي علاش كنقولوا فقاقسات حلوين. يعني كنستفهم على الشكل هذا وكندخلهم يطيبوا بالطريقه العاديه وكنخرجوهم من بعد. بطبيعه الحال كنحضيوهم باش ما يتحرقوش. غندوز لنفس الطريقه غنديرها ديال الكاكاو حتى هو كنقطعوا على هذا الشكل هذا. ساهل هاد الفقاقسات سريعين التحضير كيوجدوا بالزربه يعني ما فيهمش كثره المراحل هكا اخواتي. كنقطع على هذا الشكل هذا وتا هما كنستفهم في واحد صفيحه الفرن وكندخلهم يطيبوا بنفس الطريقه. هنا كنحضيو هذا ما كيبانش لينا اللون ديالو ولكن كنحضيوه كنديروا بالنا معاه مره كنقلبوه حتى كيطيب على هذا الشكل اخواتي. كنستفو كندخلو يطيب. من بعد ما طابوا هما على هذا الشكل كيجوا رائعين كيجوا لذاذ بزاف. جربوهم اخواتي غينالوا الاعجاب ديالكم. كيجوا مقرمشين ورائعين ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم اخواتي. وتجربوهم ساهلين اقتصاديين وسريعين التحضير وبمكونات بسيطه بزاف. هانتوما اخواتي كيفاش كيجي ديال الكاكاو كيجي بارز فيه هذاك اللون الابيض ديال الاكاجو. كما قلت لكم يمكن لكم تعوضوه باللوز
وحتى الزنجلان كيجي في الجزء الاول ديال العجين حتى هو واضح. هانتوما اخواتي كيجيو مقرمشين كما كتشوفوا على هذا الشكل. غنستفهم معكم في هذه الفراقه هذه على هذا الشكل. بطبيعه الحال مرافقينهم مع باقي الفواكه الجافه اللي كنديروا في هذه المناسبه هذه. كنعرفوا حنا كاع هنا الاسر المغربيه كتحتفل بهذا عاشوراء بانها كتشري الفواكه الجافه وهذا الشيء، رغم ان هذا الشيء يعني كيبقى غير رمز. اما الاساس ان الانسان في هذا اليوم هذا يصوم. هو احسن حاجه يدير هي انه يصوم ويتقرب لله عز وجل في هذا اليوم هذا. هانتوما اخواتي استفتح على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، يعني كنديروها في واحد الاناء يكون كبير، يعني طبق كبير اولا، وكتكون الاسره مجموعه كنجمعوا عليه عادي بحال جميع الاسر المغربيه. ان شاء الله تجربوا اخواتي هاد الفقاقصات ينالوا الاعجاب ديالكم. سهلين اقتصاديين وسريعين التحضير بمكونات بسيطه بزاف بزاف. ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم اخواتي وتجربوهم. كيجوا رائعين كما كتشوفوا، كيجوا صغيورين و يعني بريستيج، كيجوا زوينين زوينين. ان شاء الله ينالوا الاعجاب اخواتي ديالكم باذن الله وتجربوهم. وما تنسوش الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ابونوا فيها باش يبقى يوصلكم جديد فضلا وليس امرا باذن الله. خليتكم على خير اخواتي، نهاركم مبروك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.